إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تكملة أو سلسلة الماتشات اللي احنا شفناها من الأهلي، ماتش المريخ الهلال، ثم الزمالك الترجي، وقبليها المريخ، وبعد كده النهارده بيراميدز، وبعد كده منتخب مصر. بصراحة من الأهلي للزمالك لبيراميدز لمنتخب مصر يا قلبي لا تحزن. مش هم دلوقتي اللي بيمثلوا الكرة في مصر؟ الكرة في مصر على فكرة بخير، بس للأسف احنا جايبين 2 مدربين النهارده اللي كانوا بيديروا، وعمالين بس الناس تقول لك باتشيكو وفريرا باتشيكو وفريرا. أقسم بجلالة الله الاثنين على باب الله. باتشيكو ضيع هويه وشخصيه فرقه بيراميدز اللي هي كانت عشان المرسلين بس اللي كانوا يهاجموا، يقول لك هو تكيس كان بيعمل ايه؟ كان بيأدب اي فرقه. النهارده لا هجمه هنا ولا هجمه هنا، لا فرصه هنا ولا فرصه هنا. لما تكيس كان ماسك كان بيروح 4 و5 فرص وبتضيع، وفي العارضه وفي القائم والجون يطلع والكلام ده، بس بيبقى حظه وحش. انما بيمسك الفرقه تعظيم سلام تنفيذ. النهارده باتشيكو طبعا من يوم ما جه لغايه دلوقتي على باب الله وماشيه معاه وبيلعب. انا ما اعرفش يعني انتم مقتنعين بالكره البرتغاليه ازاي؟ واحد هنا اللهم صل على النبي نايم على الخط، والتاني عمال بس يعترض على الحكام ومفيش اي كوره، وده بيغير بعد ما الدنيا بتبوظ وده بيغير بعد ما الدنيا بتبوظ، والتشكيل هنا وحش والتشكيل هنا وحش. انا مش عارف يعني انتوا المفروض ان انتوا مدربين جايين تفيدوا الكره المصريه وبتاخدوا ملايين الجنيهات. اقسم بجلاله الله المدربين المصريين اللي هم في الممتاز به احسن منكم وافضل منكم ويديروا احسن منكم، ولكن للاسف هو جمهور الزمالك وجمهور الاهلي وجمهور مصر عايزين دايما الخواجه. طب ماشي نجيب خواجه زي فايلر زي جوزيه، يعني زي الناس اللي هي العباقره دول، انما الاثنين دول اقسم بجلاله الله على باب الله والله العظيم اسامه نبي قد ده 100 مره، والثاني اللي قاعد الناحيه الثانيه قد باتشيكو ده 100 مره. ولكن هي ارزاق، هي احنا عقدتنا الخواجه. نرجع للمباراه. الشوط الاولاني ما فيهوش بس اللمحه الجماليه اللي في الشوط الاولاني، النفق بتاع دونجا، وشويه مصطفى شلبي، وشويه مصطفى شلبي اللي الجمهور مش طايقه، مش عارف مش طايقه ليه. انتوا السبب في مستواه اللي هو اللي ظهر بيه في الفتره اللي فاتت. جمهور الزمالك السبب، لان من بعد ماتش بيراميدز اللي هو كان في الدور الاولاني لو كان يعني لعب بعديها وركب والكلام ده وانتوا شجعتوه واديتوا له الفرصه، زي ما انتوا دلوقتي بتقولوا بالحج 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 بالحج، لعيب عادي جدا. يعني انا مش عايز اصدمكم بس لعيب عادي، مش هو اللي هيصنع الفارق. بيجري ويخبط، مالوش ميزه، ما عندوش شخصيه، مالوش اي كرامه. يعني سيف فاروق جعفر النهارده لو كمل ونزل بالحج جنبه كنا ممكن نشوف كوره ويطلع دونجا. يطلع دونجا اللي ما بيعملش حاجه خالص، ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيضغط ولا بيقطع ولا بيسلم ولا بيستلم ولا اي حاجه. هو عمال يهجس بس وخلاص، وجماهير الزمالك معوض طارق حامد. يا ده حاجه زي الفل. طارق حامد جديد يا عم، ده احنا كنا بنخلص من طارق حامد، تجيبوا لنا كمان طب والله كان طارق، انا بقى اول مره اقولها بقى من قلب، لا ده طارق حامد قده 100 مره، برغم ان هو كورته كانت عقيمه، بس لا على الاقل كان عنده روح، عنده قوه، بيقطع، عنده غل يعني. انما ده مفيش حاجه خالص خالص. على العموم النهارده الشوط الاولاني كنا هنرجع، الشوط الثاني رجعنا بالفعل بجد يعني باللي احنا المستوى اللي احنا شفناه ده من 2 مدربين اقسم بجلاله الله، واللعيبه كمان، لان اللعيبه واضح ان مفيش لا تكتيك ولا خطط ولا جمله ولا ضغط كويس ولا انتشار كويس ولا ارتداد كويس ولا حتى الضربات الثابته زي الزفت الفرقتين. جه هنا 8 قراني وهنا 8 قراني ولا كورنر اصلا بين التدخين. احنا ما شفناش النهارده لا الشناوي ولا محمد صبحي بجد يعني مباراه عقيمه عقيمه عقيمه، ومباراه فنيه سيئه جدا جدا. وانا ما اعرفش اداره نادي الزمالك واداره بيراميدز بيدفعوا فلوس بالملايين لناس ما عندهاش فكره ازاي. يعني انتوا مش ده في حاجه اسمها تطوير الاداء، ومن ماتش لماتش الفرقه بتعلى، ده من ماتش لماتش الفرقه بتقع. يعني ده بيراميدز اللي كان بيلعب الزمالك في الدور الاولاني، ده كان بيراميدز كان ضاغط الزمالك في ال 18. خسر 1-0 بس اتفرجنا على كوره، اتفرجنا فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع، لان الفرقه اللي كانت بتدافع الزمالك جايبه جون بدري وقفلت الجيم عشان ان هي ما تخسرش، والفرقه الثانيه ماسكاها تنفيض 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 وعماله تضيع ومفيش حظ، بس اتفرجنا على كوره. انما النهارده لا هنا في كوره ولا هنا في كوره، ومنهم لله الاثنين مدربين هم اللي قضوا على اللعيبه اللي هي سواء في الزمالك او بيراميدز. واحد ضيع هويه بيراميدز والثاني ضيع شخصيه الزمالك، وعليه العوض في الكوره. ويقول لك ايه؟ اصل احنا ما عندناش لعيبه، والمصحف احنا ما عندنا مدربين. والله احنا عندنا لعيبه بس ما عندناش مدربين. ما هو انت مثلا النهارده في بيراميدز ده في مصطفى فتحي وفي عبد الله سعيد وفي رمضان صبحي وفي الزمالك اقسم بجلاله العزيز وسيف فاروق جعفر، بس يدي ناس ايه الجزير اللي انت مقتنع بيه ده النهارده الراجل بيغلط له وبيديله الكوره وبيديها له انفراد، وبعد كده ما اعرفش عايز تعمل فيها ايه، يقع. طب انت حطيت الراجل في ظهرك، والراجل انت مسابقه بحوالي 5 ياردات، الراجل يحصل لك وبعد كده عايز تقطم بيه فين تاني؟ فرود انت ازاي؟ قول لي بقى فرود انت ازاي؟ وطبعا المعلم قاعد بره بيندب حظه ان ما جاتش جون. طب اعمل جمله عشان تقول ده انت عامل جمله، ده جايه لك من باب الله. يعني الكوره دي هي اللي جايه لك من باب الله. وزيزو عمال يرفع لورا ويرفع لقدام، ولا حد بيتحرك ولا رهيبه ولا حد، يعني حتى كمان التحركات
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، اعوذ بالله. مفيش حد بيتحرك لا هنا ولا هنا. واحد اسمه البروج، بروج ايه يا عم؟ الطول ده كله ما بياخدش كرة عالية؟ يعني الجسم ده كله ما بياخدش كرة عالية؟ حتى الكرة اللي جات له عالية بيطلعها بره الثلاث خشبات. والتاني اللي اسمه سيف الجزيري ده لا بيروح عمره ما راح على القريب ده. انت لو رحت على القريبه، لان بيبقى الراجل عامل مجهود اكتر حاجه يعملها على اول السكس يارده، فانت لازم تقطع. حسام حسن كان عايش على دي، ومفيش حد بيقول لهم الكلام ده يا جدعان. لا احنا هنبطل تحليل بقى، بجد بقى هنبطل تحليل. مباراه عقيمه وسيئه، ومنهم لله الاثنين مدربين، وهو اخر كلمه هقولها، في عندنا لعيبه بس مفيش مدربين. سلام عليكم.